أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأعزاء، ويا هلا ويا مسهلا ويا مرحبا ملايين بالمتابعين القدامى والمتابعين الجدد. اليوم إن شاء الله بنضبط كبسة لحم غنم. أول شيء حطينا اللحم طبعا والبصل ونقلب شوي لين يتحمر اللحم شوي، وبعدها نضيف إن شاء الله البهارات ونغطيه شوي لمدة دقائق طبعا، وبعدها نضيف الموية ونكتمه إن شاء الله لمدة 35 دقيقة، وبعدها نضيف البهارات الخشنة والملح والرز إن شاء الله. وهذا اللحم طبعا بعد ما تغير لونه هنضيف إن شاء الله البهارات. هذه البهارات طبعا بهارات مشكلة مخلوطة مع ثوم وفلفل مجروش مخلوطة في الخلاط. نغطيه شوي الآن لمدة 3-4 دقائق بعد ما نقلبه، وبعدها نضيف المويه إن شاء الله. بعد ما قلبنا البهارات شوي نغطيه لمدة 2-3 دقائق كذا بدون ما نضغطه طبعا، وبعدها نضيف المويه. وبعد ما تركناه 2 زي ما قلنا أو 3 دقائق، الآن نضيف المويه ونكتمه لمدة 35 دقيقة، وبعدها نضيف إن شاء الله الملح والبهارات الخشنة ونكتمه حتى والرز إن شاء الله ويستوي إن شاء الله. وكذا ما شاء الله اللحم يكون مستوي. الآن إن شاء الله نحط البهارات الخشنة والرز ونحط الملح ونكتمه إن شاء الله من 15 إلى 18 دقيقة على نار متوسطة. وحطينا خلاص الرز الآن، وحطينا البهارات الخشنة وزودنا له شوية فلفل كذا حبتين بس كذا يعني ضبط الذوق. وزي ما قلنا نكتمه الآن 15 إلى 18 دقيقة يكون جاهز بإذن الله. طبعا ميزان الموية هنحط الملعقة زي كذا، توقف الملعقة كذا خلاص موزون إن شاء الله. وهذه كبستنا جاهزة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اذكروا الله ما شاء الله تبارك الله. وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه كبسة اللحم جاهزة. هذا غدانا جعلها بالعافية والقريب يقرب الله يحييه. طبعا كبسة لحم خالي من الكوليسترول. يا هلا وسهلا بالقريب ويا مرحبا.